برئاسة قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح. وكرس اللقاء لمناقشة الأوضاع الراهنة في عموم الوطن والمهام الماثلة أمام قوات الحرس الجمهوري خلال الفترة القادمة. اللقاء استعرض الحالة القتالية والمعنوية والفنية لقوات الحرس الجمهوري في مختلف الوحدات القتالية وفي مختلف المواقع على تراب الوطن الغالي، وناقش الخطط والبرامج المستقبلية لقوات الحرس الجمهوري في مواجهة تنظيم القاعدة الإرهابية. ختام اللقاء جدد القادة العسكريون العهد والولاء على حماية الشرعية الدستورية والسير بالوطن إلى الأمام مع القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، والعمل جنبا إلى جنب مع كل أبناء الوطن.